مامي القروبة من رسالة بعتتها لقناة طبخ بالصدفة بقت تظهر على الشاشات. كتبت في أكلة قدمتها وجابت لها 1,300,000 مشاهدة. الشيف فاطمة زكريا اخترعت أكلة بالخضار عشان عيالها ياكلوها، وأول مرة دخلت المطبخ عملت بسلة ورز وباظوا منها. في الفيديو ده هقول لكم حكايتها وإزاي بالصدفة دخلت المجال وبقت شيف وبتظهر على الشاشات، وليه بتقول على نفسها أنا مامي القروبة. من صغرها بتحب الطبخ وموهوبه فيه. اول مره دخلت المطبخ وعملت اكل لابوها وجربت فيه كان طبخت بسله ورز، وقعدت فيه طول النهار من 10 الصبح ل 4 العصر. والدتها ما كانتش في البيت وحاولت هي تقوم بدور الطبخ، لكن للاسف ما عرفتش تعمل نفس اكل امها وطلعت البسله معاها شربت بسله. ولكن ابوها جبر بخاطرها وقتها، وكل ما تساله الاكل حلو يا بابا يقول لها جميل. فاطمه متجوزه وعندها بنت وولد، تمارا 4 سنين وريان 7 سنين، وبتقول على بنتها انها علميا 4 سنين لكن عمليا 45 سنه من كتر ما هي لمده وردها حاضر على كل حاجه، وبتحب تاكل على الجاهز على عكس ابنها ريان بيحب يساعدها في الطبخ ويتفرج عليها وهي بتعمل الاكل. عيالها زي كل العيال مش بيحبوا ياكلوا الا حاجات معينه وفاست فود طبعا. ما ينفعش تكون امهم شيف ومشهوره وما تفهمش بالاكل الصحي، خاصه انهم لسه صغيرين وعايزين ياكلوا اكل صحي، واكتر حاجه بيحبوا ياكلوها هي الباستا، وعلشان كده بتقول على نفسها انا مامي القروبه. دخلت الخضار مع الباستا زي السبانخ وسميتها جرين باستا زيها زي المكرونه البيستو، ولكن بدل الريحان سبانخ، وبقت دي اكلتهم المفضله. وقالت شربوا المقلب وعملت اللي انا عايزاه. فاطمه طول عمرها بتحلم تكون مذيعه وتقدم برامج من النوعيه انها تكون اول الحلقه مذيعه وتناقش قضايا وملفات، وفي نهايه الحلقه تقلب شيف في فقره الطبخ، لحد ما اتجوزت وقررت تقدم برامج طبخ. ومن رساله بعتتها القناه اونلاين ويقال انها قناه الوصفه كانت بدايتها وش الخير عليها. فاطمه بعتت رساله تجرب ومش في دماغها ان يكون في رد اصلا، وكمان بالسرعه دي، وكانها كانت بتعمل شات مع حد تعرفه ويعرفها. وبمجرد ما بعتت انا بعرف اطبخ وعايزه اقدم معاكم، ردوا قالوا لها انها تروح تعمل تيست كاميرا، وطبعا هي اتخضت وما كانتش مصدقه، ولكن جوزها دعمها وقال لها يلا جربي. اول مره تظهر فاطمه قدام كاميرا كانت مكسوفه وصوتها واطي جدا على عكس دلوقتي خالص، بتطلع منها للجمهور تهزر وتضحك وتتكلم من قلبها بكل سلاسه. المهم عدى شهرين ومفيش لا حس ولا خبر، وهي بقى كانت زنانه جدا وما كانتش مبطله تبعت تسالهم لحد ما قالوا لها انها اتقبلت وتروح عشان تسجل اول حلقتها. وعملت اول اكله وكانت البفتيك الكذاب، وما كانتش مصدقه اللي حصل بعدها. نسبه المشاهده للفيديو بتاعتها عدى 1,300,000 فيو. فاطمه لقيت ان الموضوع مش سهل ولا شويه مقادير يتحطوا على بعض، ولازم تشتغل على نفسها وتكون محترفه، وقررت انها تحول موهبتها دي لدراسه عشان تكون شيف زي ما بيقول الكتاب. فدرست وخدت شهادات معتمده، وده فرق معاها بشكل كبير، وعرفت وفهمت حاجات ما كانتش هتعرفها لو قعدت طول حياتها بتمارس المهنه وشيف بالاسم من غير دراسه. وعلشان كده هي عامله فقره على صفحتها اسمها معلومه على الماشي، بتقول فيها معلومات ونصايح مفيده هي اتعلمتها خلال مشوارها ودراستها. بقت بتظهر في برامج التلفزيون وتقدم فقرات طبخ وهي بتعمل كل انواع الاكل، الكوري والمصري الحرش والايطالي والحلويات كمان. الشيف فاطمه بتاعت كله، وشعارها في الانجاز وبابسط المقادير، وكل حاجه باحساس وروح وطله مختلفه. يعني لو اكله مرتبطه معاها بذكريات او ايام بتقول وبتشارك الجمهور، زي الفراخ البلدي المتحمره والرز بالشعريه ولسان العصفور، وبتقصد تغرف الاكل في اطباق زي بتاعت زمان مع موسيقى واغنيه قديمه، فبتدخل المتابعين في حاله نوستالجيا رهيبه. قول لنا انت تعرف الشيف فاطمه ولا لا؟